السلام عليكم وأهلا بكم في قناة رامان، أول قناة من نوعها تقدم المحتوى باللغتين العربية والكردية. في اليوم سوف نكمل ما بدأناه الأسبوع الماضي في حديثنا عن إدارة الذات، وسوف نتحدث عن طريقة كان يستخدمها الرئيس الأمريكي 34 دوايت ديفيد أيزنهاور، ولذلك يسميها البعض بمصفوفة أيزنهاور. وهي وبكل بساطة قم بتقسيم ورقة إلى 4 مربعات. المربع الأول ضع في أعلاه كلمتي هام وعاجل. في المربع الثاني اكتب هام وغير عاجل. في المربع الثالث غير هام وعاجل. والمربع الرابع والأخير غير هام وغير عاجل. ماذا نعني بهذه المربعات؟ نعني بأنه في المربع الأول اكتب أي شيء لديك هام ويجب عليك أن تقوم به في وقت محدد ولا تستطيع تأجيله، مثل الذهاب إلى الدوام، الذهاب إلى الطبيب، مساعدة الأطفال في واجباتهم المدرسية، شراء الأدوية للوالدين أو لأي فرد من أفراد العائلة، أخذهم إلى الطبيب. أي شيء هام وعاجل اكتبه هنا. في المربع الثاني هام وغير عاجل، وهنا نكتب فيه أي شيء هام ولكنك لست مضطرا أن تفعله الآن في هذه اللحظة أو في وقت محدد، مثل تعلم أي شيء. إذا كنت شخصا تريد أن تتعلم شيئا ويجلب لك المزيد من المال، أو حتى أن تتعلم شيئا تعمل به وتتخلى عن وظيفتك إذا كنت لا تحب وظيفتك التي تعمل بها، أو هذه الوظيفة التي تعمل بها لا توفر لك قدرا كافيا من المال، فيمكنك أن تتعلم أي شيء، ولكن التعلم يحتاج إلى وقت طويل وليس إلى وقت محدد ثم ينتهي. ودعوني أحدثكم عن 3 مهارات يحتاجها سوق العمل في هذا الزمن وبكثرة، ويمكنك تعلمها ثلاثتها على اليوتيوب. وهذه المهارات ال3 هي المونتاج، الجرافيك ديزاين، والبرمجة. وهذه ال3 يمكنك تعلمها فقط عبر كورسات عبر اليوتيوب خلال 3 أشهر، 6 أشهر، سنة، حسب الوقت الذي تعطيها للتعلم خلال اليوم. وبعدها يمكنك أن تعمل بهذه الوظائف إلى جانب وظيفتك، أو أن تتخذ من هذه الأعمال وظيفة ثابتة لك بعد أن توفر لك قدرا كافيا من المال تستطيع بعده التخلي عن وظيفتك. انتبهوا، هذا الكلام خطير ومهم جدا، فأغلب العظماء يقضون أغلب وقتهم في هذا المربع الثاني، المهم والغير عاجل. لأن وبالحقيقة الأشياء التي تغير حياة الإنسان والتي تغير من نفسه تحتاج إلى وقت طويل، ولا تحدث في وقت محدد في يوم محدد، بل تحتاج إلى أيام، إلى الاستمرارية والانضباط عليها لأيام وشهور وأحيانا سنوات حتى تجد ثمارها. والآن لنعد وصلنا إلى المربع الثالث، وهي أشياء غير مهمة وعاجلة، مثل دفع الفواتير. أي شيء يمكن لأي شخص أن يقوم به ولست مضطرا أن تقوم به بنفسك، وليس لديك وقت والآخرون لديهم أوقات فارغة يمكن أن توكلها إلى أي شخص آخر غيرك. فكما قلت مثل الفواتير يمكن أن يدفعها أي شخص، فاتورة المنزل، فاتورة الكهرباء، الماء، أو أي شيء آخر يمكن أن يقوم بها أي شخص آخر. أما المربع الرابع فيا حبذا لو استطاع جميع الناس حذف هذا المربع من حياتهم، أي عدم القيام بأشياء غير مهمة وغير عاجلة. إذا كان الشيء غير مهما وغير عاجلا فلماذا نقوم به بالأساس؟ وأكثر شيء يضيع وقتنا في الأمور غير المهمة والغير عاجلة هو السوشيال ميديا للأسف. طبعا يوجد أعلم أنه يوجد على اليوتيوب كنز بالنسبة لمن يعرف كيف يحفر ويجد الكنوز فيه، ولكنه يصبح شيئا غير مهما عندما يصبح كل أوقاتنا عليه هي مشاهدة الفيديوهات السخيفة والتافهة والتي لا تفيدنا في شيء. ولكن أما إذا كنا سوف نستغله لتعلم أي شيء آخر فهو
جامعة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. يمكنك أن تتعلم عبر اليوتيوب أي شيء يخطر في بالك، ابتداء من عمل الصوف والكروشيه والزينة، إلى الكتب المسموعة وملخصات الكتب وكورسات ICDL للكمبيوتر مع كورسات البرمجة والجرافيك ديزاين مع الرسم أو تعلم الكتابة. أي شيء يمكن أن تتخيلوه يمكن أن تجدوا له دورة أو كورس على اليوتيوب. فقط يجب على الإنسان أن يحدد ما الأهم بالنسبة له. ما الأهم بالنسبة لك؟ مشاهدة مباراة على التلفاز، أم تعلم شيء جديد قد يفيدك ويثريك ويجعلك مستقلا ماديا، لا بل يوصلك إلى الثراء ربما بعد 5 أو 10 سنوات؟ أنت الذي تختار، وأنت الذي تختار الأولوية والشيء المهم بالنسبة والأهم بالنسبة لك. أنا لا أقول لا تقوم بأي نشاط ترفيهي، ولكن لكل شيء وقته. النشاط الترفيهي ليس بالضرورة أن يكون في كل يوم، يمكن مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر. هذا لمن يريدون أن يغيروا حياتهم إلى الأفضل. أما إذا كنت شخصا مقتنعا بما لديك ولا تريد تغيير حياتك إلى الأفضل، فيمكنك بكل بساطة إغلاق هذا الفيديو والذهاب لتفعل أو تشاهد أي شيء آخر. المشكلة الحقيقية تكمن في أن الناس يقضون أغلب أوقاتهم في المربعين الأول والثالث، الأشياء العاجلة سواء كان مهمة أو غير مهمة، ويتجاهلون الأشياء المهمة والغير عاجلة. وهنا يكمن لب الموضوع. من يريد تحسين حياته يخصص وقتا كل يوم للأشياء المهمة والغير عاجلة، يتعلم شيء يفيده في المستقبل. إذا كنتم تحتاجون إلى توضيح وشرح أكثر يمكنكم وضع أسئلتكم في التعليقات. وأيضا سوف نسيت أن أخبركم بأنني أضع مصادر هذه الفيديوهات في التعليقات أو في وصف الفيديو، حسب ربما تجدوه في الاثنين معا. هذا كل ما لدي اليوم، إلى أن ألقاكم في فيديو جديد، ولكنه بالطبع ليس كل شيء عن إدارة الذات. إلى أن ألقاكم في فيديو جديد. ابغوا الخير للغير، لأن ما يصيبهم من خير لا ينقص من رزقكم شيئا. والسلام.